حتى يسافر يغادر وهو في فندق واحد. نعم. حتى مسألة الاستشفاء لدى اللاعبين أو الارتياح النفسي، يعني هذا كله أسهم في نجاح هذه البطولة ولاقى ثناء يعني من الجميع. من ناحية المنتخب الكرواتي، فعلا المنتخب الكرواتي منتخب عنيد وصعب، احنا شاهدناه يعني، ودائما ما هو يفرض أسلوبه على الخصم، سواء أمام المنتخب الياباني أو أمام المنتخب البرازيلي، يعني دائما لا يعطي فرصة للخصم لمهاجمة الدفاع للوصول إلى الحارس. وكذلك يعني الآن مودريتش، يعني احنا نسميها يعني مواجهة ما بين مودريتش وميسي، الجميع يريد أن يختم مسيرته في تحقيق هذا اللقب، لكن بكل تأكيد أنا أعتقد أن الكفة لدى الأرجنتين نوعا ما تميل لدى الأرجنتين، لا من ناحية الرغبة، لا من ناحية كذلك أرجنتيني يا عيسى، أول حلقة أرجنتين لا من ناحية الجمهور له تأثير أستاذ إسلام، يعني الجمهور له تأثير، كذلك الجمهور والصحافة. أنا ألاحظ أن الصحافة والجمهور الأرجنتيني دائما جمهور محفز ومحب وليس ناقد كما هو الصحافة الأوروبية. احنا شاهدنا الصحافة الأوروبية بعد خروج المنتخب الإنجليزي، يعني هناك هجوم مكثف على المنتخب، حتى وصف حتى إسبانيا كذلك. نعم الصحافة الأوروبية صعبة صحيح. جدا يعني، وهي السبب في تأثير على المنتخبات، يعني حتى وصف المنتخب الإنجليزي بالمنتخب البؤساء، أما المنتخب الصحافة الأرجنتينية لا، دائما محفزة، دائما تقف يعني بجانب المنتخب. الآن ميسي، هناك مقارنة للجميع بين ميسي ورونالدو، أعتقد أن ميسي يفرق يعني رونالدو في البطولة يعني صارت هناك مشادات أو مشاكل بينه وبين المدرب، حتى وضع على دكة البدلاء، فهذا أثرت على المنتخب، مسيرة المنتخب البرتغالي، عكس ميسي يعني اللي أعتقد أنه محور في المنتخب والجميع يعني يلتم حول ميسي، حتى المدرب يعني يلتم حول ميسي، فأعتقد تأثير ميسي في هذه البطولة يعني أكثر من تأثير رونالدو. أنا بوجهة نظري أستاذ إسلام أن الكفة نوعا ما تميل للمنتخب الأرجنتيني. نعم كابتن ياسر، ما لاحظناه هو لوكا مودريتش، وجود لوكا مودريتش مهم جدا في مجموعة